ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة واحسن حال. انا عبير ودي قناتي، قناة اشهى الاكلات. قبل ما ندخل على وصفتنا الجميلة دي، طبعا انا عاملاها معاكم كتير قبل كده. البيتزا الجميلة دي، القمر الحلوة دي، طبعا انا عملت العجينة معاكم كذا مرة، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. بس انا ايه، جاية النهاردة نعملها مع بعض الميني بيتزا. الميني بيتزا لاطفالك، لحبايبك، ليكي انتي، اعمليها لأي حد. بجد جميلة واقتصادية، حلوة وموفرة جدا جدا. الواحدة منها بتبقى مشبعة جدا. طبعا انتي عاملاها في بيتك، ومش هتستخسري بقى تعمليها عجينة كبيرة، عجينة قليلة. بتبقى مشبعة شوية عن اللي بره. طبعا زي ما انتم شايفين كده، عملتها كور زي ما انتم شايفين، وحطيتها في الصينية وسبتها لما ارتفعت شوية كده، وقمت جايبة بظهر الكوباية تعصيها دقيق فيها كده، وتقومي نازلة بيها. وبعد كده بتجيبي انت حاجتك بقى اللي انت عاملاها، عايزة تحشيها بقى بالجبن تحشيها، عايزة تحشيها باللحمة المفرومة ماشي، عايزة تحشيها بالتونة. ده حاجة بقى براحتك انت. جبت كده زي ما انتم شايفين، جبت الصلصة بتاعتها وعملتها كده بالفرشة. بجد العجينة دي يا جماعة، اعتمدوا العجينة دي جميلة جدا بجد والله. وهم كده انتي بتاكليها. في ناس بتحب اللي هي السمك الرقيق ده. ده كل واحد واختياره، هو في ايديكي برضو. انتي عايزة تخليها السمك بتاعها رقيق، انتي بتفرديها قوي. عايزة تخليها السمك بتاعها زي ما انا عاملاها كده، ماشي اوكي، وزي ما تحبي. ديت جبنة كده عملتها مكعبات، اي نوع جبنة عندك استعمليها. عايزة تعمليها بالصلصة والفلفل والزيتون، والله زي الفل وجميلة وزي العسل. انتي عندك ومتوفر الحاجة دي، اعملي بيها. هي مش هتقولك انتي كفاية انتي بتاكلي العجينة وعلى الحاجات دي، بجد طعمها روعة. وكل سنة وانتوا طيبين جميعا يا رب. ادعولي دعوة حلوة، ما تنسونش في اللايك، دعموني يا جماعة، عايزة دعم منكم كتير. طبعا انتوا عارفين ان انا متوقف عني الربح دلوقتي، وان شاء الله بس قناتي ترجع تاني ان شاء الله باذن الله. كده اهوت زي ما انتم شايفين، دي تونه. بعمل كده كذا واحده تونه، والباقي ايه يعني، حبه كده وحبه كده، كذا واحده كده. اللي عايز من دي ياخد، واللي عايز من دي ياخد، على حسب اللي بيحب الحاجه اللي موجوده. بجد اللي هي في التونه دي، انت اكنك بتاكلي حاجه بالجمبري كده، بتبقى طعمها روعه جدا. يعني انت وانت بتاكليها تحس ان انت بتاكلي بيتزا جمبري. ليه؟ مش عارفه بجد والله، كانت حلوه قوي. طبعا بتجيبي الحاجه اللي انت قطعتيها، الفلفل، الطماطم، الزيتون، طبعا كل ده يعني. الفلفل كان عندي، الزيتون انا عاملاه في بيتي، مش شاريه اي حاجه من بره. هي الجبن كانت عندي شاريين كل حاجه من بره، بس كانت عندي الحمد لله. وقلت بقى ايه، اعمل لكم الميني بيتزا كده، وتشوفوا بقى ايه الجمال ده. يا رب كل حاجه تكون بعملها بتعجبكم، وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم كده. طبعا انا هسيب لكم العجينه بتاعتها في صندوق الوصف. هي العجينة بتاعتها لذيذة جدا بجد، اكثر من رائعة. كده انت بتحطي الطماطم، بتحطي الزيتون. طبعا انت بتقطعي الطماطم شرايح، بس بتطلعي منها البذر، المية بتاعتها كلها ما بتحطهاش بالميتها. انت بتشيلي البذر بالمية بتاعتها، وبتاخدي اللحم بتاعها بس، زي ما انتم شايفين كده. صدقوني كانت رائعة جدا جدا، يعني كانت حلوة. ومين ما بيحبش البيتزا يا جماعة؟ ما اظنش، ما فيش اي حد بيحبش البيتزا. على ما اظن الشعب كله بيحب البيتزيات. بانواعها بقى، كل واحد ونوع الاكل اللي هو بيحبها، فبيحط الطعم بتاعها في البيتزا اللي هو عايزها. كده زي ما انتم شايفين كده. انتي عندك جبنة موتزاريلا بقى، حطيها. جبنة شيدر، جبنة، اي جبن عندك، جبنة رومي، اللي متاح عندك حطيه.
انا مش مسرعه اي حاجه، لان في كتير بيقولوا لي انت بتسرعي الفيديو واحنا مش بيبقى عارفين انت بتعملي ايه قوي والكلام ده. فقلت بقى ما امشي معاكم واحده واحده. هو الفيديو هيطول عليكم شويه، بس ده على حسب رغبه اللي عايز يعني. كده انا جبت الجبنه الموزاريلا بتاعتي، حطيتها كده. وطبعا بعد ما بخلصها بدخلها الفرن زي ما انتم شايفينها كده. بصوا جميله قوي. عارفين انا عملت صينية تانية على بعضها، بس لما شفت دي قلت يا ريتني كنت عملتها كلها ميني بيتزا. بجد كانت رهيبة. طبعا هندخلها على نار حامية على طول، ما بنهدلهاش النار دي يا جماعة، لان لو انتي هديتلها النار بتنشف. دهيت بعد ما طلعت حلوة قوي، كانت جميلة وسخنة بقى طبعا، وعايزة تتاكل وهي ايه سخنة كده. هي دي اللي بالجبنة. شوفوا قد ايه حلوة. بجد الجبنة الموزاريلا دي كانت من النوع النضيف قوي، وكانت جميلة جدا يعني، كانت حلوة قوي. وفيها مطة يا جماعة، بصراحة كانت مطتها حلوة قوي. شوفوا قد ايه البيتزاية منها، الميني بيتزاية منها جميلة جدا ومشبعة يعني. انتي ممكن تاخدوا واحدة بس من جمالها هتاخدي التانية برضه. هي دي كل الوصفة بتاعتي. طبعا انا ما عملتش عجينه معاكم النهارده لان انا عملتها قبل كده، بس اللي ما شافش الفيديوهات بتاعه البيتزا من اولها انا هحطها له في صندوق الوصف، وان شاء الله هتعجبكم. ودي بقى الصينيه اللي انا عملتها. بصوا قد ايه بتتغلغل في الجبنه يا جماعه، يا لهوي. بصوا حلوه جدا، سايحه جدا. بصوا عامله ازاي، شوفوا. مش قادره اتحكم فيها. ايه ده، ايه الجمال ده. بجد هي كانت ناجحه جدا، كانت حلوه قوي. الصينية دي كلها بالتونة، بس ما اقولكمش بجد والله، اللي كان منها كان عايز تاني، وعملوا منها تاني يوم من جمالها. قلنا بقى نعمل لهم تاني عادي، مش مشكلة، احنا داخلين بقى على رمضان. فاحنا النهاردة اهوت احنا كده بقينا في رمضان اصلا. قلت اعملها لهم قبل رمضان ياكلوها، فالفيديو ده معمول قبل رمضان. فانا بسجل لكم واحنا تاني يوم رمضان يا جماعة، وتفضلوا معايا. هي دي كل الوصفة.